في الفيديو دوت هقول لك ازاي تحجز الطياره ام 400 جنيه اللي الناس مش مصدقاها خطوه بخطوه، وازاي تطلع الفيزا، وازاي تحجز مكان الاقامه، وتشتري اي حاجه انت عايزها وتشحنها على عنوانك في دبي، وازاي تسافر دول تانية برضه رخيصه سواء بقى السعوديه، الكويت، لندن، اي حاجه تانية انت عايزها، وشويه نصايح كده ايه وتريكات هيفرقوا معاك قوي. يلا. 4.5 مليون فيو على تيك توك، واكتر من مليون على الانستجرام، والاف الرسايل بقى للي مش فاهم او مش مجمع. كنت عملت فيديو من فتره كده ازاي رحت الامارات صد رد واشتريت ايفون 14 بارخص سعر، وركبت طياره بقى ب 400 جنيه والناس مش مصدقه. وبص الحوار كان جامد. ارجع شوف الفيديو علشان تفهم الموضوع، والنهارده هنجاوب على الاسئله بقى اللي في الفيديو ده، واعمل لك دليلك الشامل الكامل للسفر للامارات بارخص سعر وشراء الاجهزه من بره بدل الاسعار هنا. هناخد راحتنا، ففوق لي كده وصحصح لي علشان الموضوع لما بيخش فيه فلوس رقم واحد بس محتاجين كده ايه نحط نقط الحروف. انا مش ترافل بلوجر، انا مش خبير في السفر، وما عنديش شركه سياحه لكل الناس اللي عماله تخش تقول لي ممكن تطلع لي فيزا اليونان. والله انا مش الناس اللي جايه من تيك توك كلهم فاكريني كده. عندي شويه خبره، جربت، دورت، سالت، فجاي اشاركها معاكم. ناخدها خطوه خطوه ونبدا بالسؤال الاكثر طلبا: الجمارك. عملت ايه في الجمارك؟ عايزين نعرف بقى قانونا ايه هي الحد المتاح او المسموح للموبايلات. يعني مثلا لو واحد معاه موبايلين مثلا، ما الموبايلات بقت غاليه. والله واقع الامر كل ما هو في حدود استخدامه الشخصي بيسمح به. كل ما هو في حدود الاستخدام الشخصي بيسمح به. ده مدير عام البحوث الفنيه بمصلحه الجمارك. نسمع برضو من الاستاذ ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحه الجمارك لشؤون المطارات. لكل راكب بيجيب لحد 5 موبايلات. هنا بقى الجزء اللي بيحصل فيه لخبطه شويه، ناس كتير بتشير بتقول انت ليك 5 موبايلات. كمل كده الجمله. لكل راكب بيجيب لحد 5 موبايلات. بس برسوم، بس رسوم. ولكن لو انت جبت 5 موبايلات هيدخلوها لك بس هتدفع عليهم رسوم، وقيمه الرسوم دي 10% على الفاتوره. عشان كده خلي دايما معاك الفاتوره اللي اشتريت بيها. ليك كام موبايل بقى معلهوش رسوم؟ يعني جايب موبايلين قول 3 ما يعدي. الحاجات البسيطه دي الموظف ليه نظره ما بيتكلمش فيها. برضو الاجابه ما كانتش صريحه، الموظف ليه نظره، فدي للاسف انت وحظك. لازم الموضوع يكون في حدود الاستخدام الشخصي، فانت المفروض ما تتجمركش، ولو سالك تقول ما تخبيش، لانك لو خبيت ولقى جوه بيجمرك. انا معايا كذا، وبيشوف جوازه والمده اللي قعدها بره، بيكون الموظف معاه في منتهى الحسن نيه وبيقول له اتفضل. انما النهارده واحد مثلا جايب 50 موبايل وبتساله معاك حاجه يقول ما معيش حاجه. فالموضوع ملوش ملكه كده. كمان بيبقى فيه تركيز اكتر على الايفون. يعني انت لو جايب ايفون 12 يا عم، مش هقول لك 14، وجايب زي فولد 4 ب 50,000 جنيه، الايفون بيبقى متعارف عليه اكتر ان بيبقى فيه اتجار، فدايما يقول لك لا، بيبقى العين اكتر على الايفونات. طيب الخلاصه ايه يا عم؟ انت صدعتني. ملهاش خلاصه، انت وحظك. اقسم بالله انا دخلت اليوم ده اللي انا كنت في مطار برج العرب، دخلت كده مشيت سلام عليكم، مفيش اي حاجه، ولا سالني ولا فتشني، الدنيا كانت تمام جميله. السنه اللي قبلها كنت جايب موبايلين عديت. السنه اللي قبلهم بقى كنت في ايفون 11 واحد فقط جمركني 5000 جنيه، وبعد كلام مع الموظف نزلنا ل 3000 جنيه. موبايل واحد فقط. مطار على مطار يفرق، موظف عن موظف يفرق. نصيحتي ليك لو عايز تجيب موبايلين استغنى عن علبه، وكده كده الاثنين يكونوا معاك مفتوحين، والتاني بقى هتقول له جايبه هديه، جايبه استخدام شخصي تاني على حسب. وحاول وانت رايح الموبايل الاساسي بتاعك اللي انت رايح بيه يكون تعبان لدرجه انك ممكن تستغنى عنه هناك، او انك تسيبه لواحد صاحبك او معرفه يجيبه لك وهو راجع مع العلبه بتاعه الموبايل التاني لو انت هتجيب موبايلين عشان تكون في الامان. طيب بالنسبه للحاجات التانية، الالكترونيات التانية، يعني مش موبايلات وخلاص، اللابتوبات مثلا. انا كنت مره مسافر ب2 لابتوب وعديت عادي ب2. طبعا كده علبه اللابتوب الكبيره قوي دي بتترمي. الكاميرات كان معايا كاميرتين، معايا كاميرتي الاساسيه ورحت اشتريت كاميرا من هناك، وكان معايا 4 عدسات. عشان كده دايما لما كنت باجي اشتري حاجه من على اوليكس والاقي حد يقول ايه معيش علبته علشان الجمارك، اقول يعني ايه الجمارك؟ مش فاهم ايه علاقه الجمارك بالعلب. دلوقتي فهمت. الادويه تمام في حدود الاستخدام الشخصي لمده من 2 ل3. ده حد قالها لي كده من الجمارك. ما تجيبش مثلا 200 علبه وتقول له انا هاخدهم كلهم، لا، في حدود الجرعه بتاعتك لمده 2-3 برضو فيها كلام. خليك برضو شواف. السبلمنتس المكملات، والله جبت ثواني هوريك. دي علبه واي بروتين 5 باوند، يعني كام؟ يعني في حدود 2.5 كيلو. جبت منهم 2، وجبت معاهم علبه كرياتين وفيتامينات مالتي فيتامينز وكده. عديت عادي استخدام شخصي. اللبس هات براحتك عادي، روح فاضي وارجع محمل عادي، قطع بس التيكتس، يعني مش هيرخموا اول موضوع اللبس. الجزم برضو كنت جايب 4 كوتشيات، عديت عادي. هي الالكترونيات اللي بيبقى فيها شويه رخامه، وخصوصا الموبايلات اكتر من اي حاجه تانية. تنويه، كل ده تجربتي انا وتجربه ناس تانيين حكوها لي، ولكن مش معلومات صريحه تاخد بيها، فحبيت اخلي مسؤوليه. تاني جزء، تجهيزات السفر. على قد ما الموضوع ممكن يبان بديهي واللي هو شارح نفسه، ولكن جالي اكتر من سؤال: هل عشان اركب الطياره دي محتاج يكون معايا جواز سفر؟ جواز سفر، جواز
اظن عشان تطلع من مصر اي طياره تطلع بره مصر لازم يكون معاك جواز سفر، ولكن طبعا بنراعي ان في ناس كتير ممكن ما تبقاش عارفه عشان الكومنت اتكرر كتير يعني، فلازم يا جماعه جواز سفر. لازم موقفك من التجنيد يا اما واخد اعفاء نهائي، يا اما لو انت طالب بتجيب اثبات قيد من الكليه بتاعتك او الجامعه بتاعتك، او لو خلصت وانت في فتره الاحتياط لازم بتجيب تصريح سفر. وكده كده لما تيجي تقدم على فيزا اي بلد، اي حد في مكاتب السياحه هيقول لك كل المعلومات دي كمان احسن مني. وده يجيبنا للفيزا او التاشيره. فيزا دبي بتطلع من شركات ومكاتب السياحه عادي، الموضوع سهل جدا، ممكن تطلعها انت اونلاين، ولكن في خطوات اونلاين كتير والسعر بيبقى قريب جدا. فمكاتب السياحه تمام. كنت عملتها من عند شركه توريزما، كانت سعرها 1800 جنيه. وهنا بقى نقف علشان كومنتات كتير على موضوع الاسعار. شايف كل الهليه اللي انا كنت عاملها دي كانت قبل التعويم. كل الاسعار دي كانت لما كان الدولار ب 18 وحاجه، فكانت الفيزا ب 1800 والموبايل كان ب 27 والكلام ده مش موضوعنا دلوقتي. الفيزا وصلت ل 2000 وحاجه. هسيب لكم رقمهم في الكومنتات، هيساعدوكم في حاجات كتير. ده مش اعلان على فكره، وناس محترمه جدا. والفيزا بتطلع على طول لاي حد تقريبا، نسبه القبول 99.9، ما بتحتاجش متطلبات بقى واتش ار ليتر وصوره 4 في 6 وصوره الجواز. نخش بقى على ايه اللحظه الحاسمه، تيكت الطيران ابو 400 جنيه اللي عمل الحوارات دي كلها. ازاي انت كذاب؟ مفيش حاجه الكلام ده، انا دخلت دورت ما لقيتش، انا سالت ما لقيتش، هو انت نسيت صفر مثلا في السعر؟ ايه ده والله فيه، والله العظيم فيه ب 20 دولار، عشان بس ما قلتش 400 علشان 20 دولار كانوا ب 400 دلوقتي بقوا يعني ب 500 600. ما رحناش بعيد. اول حاجه الطيران ده اسمه ويز اير، طيران اقتصادي، مش موجود في مطار القاهره. اقرب حاجه اسكندريه، برج العرب، غردقه، شرم. مفيش اكل، مفيش شرب، مالكش وزن، كرسي مش مريح، الكلام. كل المعلومات باستفاضه هتلاقيها في الفيديو اللي فات. النهارده جاي اقول لك تحجزها ازاي، دي اللي انت هتموت عليها انا عارف. هتمسك موبايلك، هتفتح اب ستور او بلاي ستور وتحمل ابلكيشن ويز اير. هم ليهم ابلكيشن، مش محتاج بقى تخش على المتصفحات والكلام ده. طبعا هتسجل، انا مسجل اوريدي وكاتب اسمي وتاريخ ميلادي وكل المعلومات اللي هم محتاجينها. تغير اللغه للعربي، وهنا يقول لك المغادره من، هنا المكان اللي انت هتسافر منه. تكتب في البحث فوق عشان نشوف بس كده مصر، او عندك اسكندريه، غردقه، شرم الشيخ، ومرسى علم، دي جديده دي. اختار اسكندريه، هنشوف بتروح فين. من اسكندريه ما بتطلعش غير لايطاليا وابو ظبي. طيب للناس اللي بتسال انا عايز اروح بلاد تانية، هي ما بتروحش غير الامارات؟ تعال نشوف. هنغادر من كده، عرفنا ان اسكندريه ملهاش غير بلدين. نكتب مصر تاني، نشوف مطار الغردقه. مطار الغردقه بيروح ايطاليا والمملكه المتحده، حتى دي مكتوب عليها جديده، بيروح لندن وبودابست. تاني مصر، نشوف مطار شرم الشيخ بيروح لايطاليا ولكن المطارات اكتر، نابولي وبتاع. وبيروح مطار تاني في لندن، وبيروح فيينا النمسا. عايز اروح قطر، عايز اروح السعوديه، عايز اروح لبنان، الكلام ده مش هينفع تروح دايركت. هنعمل ايه بقى؟ شغل دماغنا. اول حاجه لازم نطلع من مصر خالص. هنروح مثلا من مصر لابو ظبي، فهنيجي نكتب هنا بقى في المغادره، هنختار نكتب الامارات، تبقى الف همزه تحت عشان تظهر لك. عندك مطار دبي ومطار ابو ظبي، خلينا في مطار ابو ظبي. كده الرحله هتبدا من ابو ظبي. شوف بقى ابو ظبي بيروح فين. بيروح اذربيجان، ارمينيا، البانيا اللي خرب الدنيا ملناش دعوه، الاردن، بيروح البحرين، تروح الكويت والمملكه العربيه السعوديه في الدمام، والمالديفز وعمان، صربيا. وهنا بتروح كمان ايه هنا الترجمه دقيقه شويه. انت ممكن لو عايز تسافر ديك رومي هتسافر ديك رومي، دي المفروض ان هي ايه تركيا، ولكن الطيران اقتصادي بقى، فمترجمين ترجمه جوجل فطلع لك ديك رومي، ولكن هي المفروض تركي. فانت لو عايز تسافر اي بلد تانية هتروح على مرحلتين، من مصر لابو ظبي ومن ابو ظبي لبلاد تانية. في ناس بتركب 3 بقى وبتروح اسبانيا والمانيا وبيشغلوا دماغهم. مالناش دعوه، خلينا في ايه الاسكندريه. رايحين على يا سيدي ابو ظبي. هنختار الميعاد المغادره، نختار هنا اتجاه واحد. تعال نختار يوم مثلا، تعال نشوف النهارده كام. النهارده 10 نوفمبر. انا يا عم هحضر دنيتي خلال اسبوع، يوم 18. خلي بالك ان الايام اللي عليها دايره هي بس اللي بتسافر، الطياره دي مش بتطلع كل يوم. تعال نختار 18 نوفمبر. ندوس حسنا، طبعا الركاب واحد بس. ندوس البحث في رحله الطيران. هوبا يطلع لي 413 دولار. مش قلت لك انت ناسي زيرو يا ابني؟ ازاي 20 دولار؟ اصبر. قلت لك حاجه في الفيديو اللي فات وهرجع اقولها لك تاني. علشان تجيب سعر تذكره كويس لازم تحجز قبلها بفتره، الفتره دي لا تقل عن شهر. طيب يعني انت كده قصدك ان احنا لو هنسافر يبقى هنسافر في شهر 12. النهارده كام؟ 11 ديسمبر. ادي كده ايه شهر اهو كرمك في يوم. لا تلغي بس 18 دي، تدوس عليها تاني وتدوس 11 عشان يعمل لك اتجاه واحد. يبقى كده هنسافر يوم 11 12. 99 دولار. كداب، قلت لك مفيش 20 دولار الارقام بتاعتك دي. واخد بالك معايا ان احنا في اخر السنه؟ سيبك يا عم. واخد بالك ان في كاس عالم؟ تقول لي ايه علاقته ده مش في قطر؟ اقول لك هو حرفيا من كتر او من صغر قطر الناس بتسافر دبي والسعوديه عشان خاطر ان هم يقعدوا هناك ويروحوا على الماتش بتاعهم، عشان مفيش اماكن في قطر. حتى بطاقه هيا اللي هي بتاعت
كاس العالم دي بتتيح لصاحبها ان هو يخش الامارات ببلاش والسعوديه ببلاش، انت متخيل؟ واصلا المسافه بينهم قريبه جدا، فالناس بتروح تقعد في دبي، ففي ضغط في رحلات طيران كتير. وغير كده شهر 12 ده موسم كريسماس وعروض وبتاع، فاختيار الوقت مهم جدا. طيب يعني اسافر امتى؟ ما قلت لك بقى المفروض هنسافر ايه في وقت بعيد، ولكن برضه نبعد عن اخر السنه. تعال نسافر كده يوم ايه 12 يناير. ها يلا هوبا بكام؟ $29. عندي حق اهو، عندي حق. طبعا لو قلبنا هنلاقي فيه ايام ارخص ايام اغلى. يعني شايف السهم اللي على اليمين ده، لو دوست يمين كده اهو انت كده بترجع يوم 11 ب $43. هنروح يمين $28، يوم 13 ب $28. وحرفيا في ناس بتجيب تيكيتات باسعار غريبه، بس محتاجه تدوير وتفضل تقلب في الايام لحد ما تشوف يوم فيه عرض كويس. ثواني، اللي مكتوب فوق ده اسعار برنامج ويز ديسكاونت كلوب. دي صراحه انا ما قلتهاش في الفيديو، واعتذر ان انا كان لازم اقولها، ان انا مشترك في حاجه اسمها ويز كلوب. ده اشتراك كان ب $35 بيديني خصومات طول السنه. يعني بص كده لو قفلناه سعر التيكت كام دلوقتي؟ $29. لو قفلناها هنلاقيها بقت ب $40، وفر لي $12. بيعمل لي خصم طول السنه على اي تيكت من اي بلد. لقيته ب $35 وخصم لي في التيكت الواحده $12، واحنا كنا 2، كنت انا وعبد الرحمن، يعني خصم لنا $25 في رحله واحده. خصم لنا $25 والاشتراك السنوي ب 35. فقلت لا ده حلو، لو عايز اسافر تاني هيخصم لي، فاشتركت فيه. لو انت هتسافر مره واحده طبعا لا مالكش دعوه، خليك سعر $40 عادي. بس تعالى نحسبها كده، $40 يعني كام؟ 40 في 24 يعني التيكت ب 960 جنيه. لو هتشترك هتبقى التيكت ب 670 جنيه. من 400 جنيه ل 670 ده الزياده اللي حصلت في الدولار اليومين اللي فاتوا دولت، ولكن دي يظل ارخص تيكت طيران ب 670 جنيه لحد ابو ظبي. طبعا سعر الرايح بس، شوف الراجع هيبقى يوم كام برضو، وتشوف التيكت دي، لان انت بتحجز رايح لوحدها وراجع لوحدها 600 زيهم، يعني 1300 جنيه رايح جاي، ممتاز. طيب تعالى كده نحجزها. اخترنا اليوم ده، هندوس على سعر التيكت، هيظهر لك هنا بقى. بص بقى ايه ده؟ ايه 83 وايه 101 دي؟ بيقول لك دي زي ايه باقات كده، اسمها ويز جو والتانيه اسمها ويز بلس. وتحت في واحده كده بيزك مرميه بالجزمه، لازم تنزل لها تحت اصلا، ولونها ابيض في اسود ما يشدش العين. برضو اللي مصمم الابلكيشن ده صايع، يعني دي برضو لعبه سيكولوجيه كده تخلي عينك انك اصلا لازم تسحب لتحت عشان تشوف التيكت العاديه. يعني التيكت الاولانيه دي بيقول لك حقيبه مسجله بوزن 20 كيلو، هتاخد 20 كيلو، والتانية دي هتاخد 32 كيلو، وبتختار بقى الكرسي بتاعك وبتاع. ففي ناس كتير بتغلط وبتختار حاجه من الاثنين دول، ولكن لا، انت نزلت تحت ممكن تختار تدوس عليها عادي. عاملها لك كده مش بارزه ولا اي حاجه، بس انت تقول له ايه خلاص تمام انا عايز دي، وتدوس التالي. لا الخطوات الجايه عامله كانك داخل ستاربكس، هو انت طلبت حاجه ويفضل يزود لك، يقول لك يا فندم احط لك كذا، احط لك كذا، تحب تزود كذا؟ قول له لا مش عايز اي حاجه. هنا عمال يقول لي اهو الترقيه الى ويز جو. يا ابني مش عايز تبقى ابن ناس وتطلع ويز جو وهنظبطك؟ قول له لا مش عايز، دوس التالي. يقول لك اسمك، تقول له محمود طارق انا الراكب. لازم اول تيكت تكون ليك انت، ما ينفعش تحجز لحد تاني. يعني في حالتي حجزت لي انا وعبد الرحمن، ما كانش ينفع احجز لعبد الرحمن بس. هيقول لك اضافه بريفليج باس، اللي هو زي ايه كارت التميز كده، تطلع كده بدري وتختار الكرسي بتاعك ومش عارف. قول له مش عايز. الامتعه المسجله دي اللي هي الشنط، عايز كام؟ 10 كيلو، 20 كيلو، 26، 32. هتيجي تشوف الاسعار. لو اخترت ال 10 كيلو ب $25، لو جينا اخترنا ال 20 كيلو لانها ب $33. دي بيقول لك البوبولار دي المشهور. بس في حركه صايعه برضو، انك لو اخترت ال 26 كيلو تلاقيها ب $36، فرق $3، وتقول انا خدت 6 كيلو. هتيجي تخش على ال 32 هتلاقيها ب 39، اللي هو برضو فروقات بسيطه. فبيلعبوا لعبه الايه زي الميديم والسمول واللارج، اللي هو بدل ما اجيب السمول ما اجيب الميديم، طب ايه انا وصلت الميديم ما اجيب اللارج، فاهم؟ تقول له لا لا يوجد. اختار اللي تحت دي، حتى رمينا على الجنب كده، لا يوجد مش عايز. وهاخد حقيبه محموله عاديه مجانا. حتى بص لو اخترت ويز برايورتي دي ب 21، لو اخترت حقيبه محموله ببلاش. طبعا وانت راجع ممكن تحجز التيكت بقى وانت راجع لوحدها، يكون فيها شنط لو انت راجع محمل بقى وجايب حاجات. ويظل برضو لو زودت سعر تيكت الشنطه على سعر تذكره الطيران هيبقى ارخص من معظم الرحلات. بص هنا بيقول لك ايه، اختار الكرسي بتاعك ب $7. هو لو دوست على الموافقه اصلا هيزود عليك 7، فانت تقول له لا اختار مقاعد اخرى، وتقول له تحت التالي. مش عايز، انا مش عايز كراسي يا عم، ارميني في اي كرسي. يقول لك لم يتم تحديد، قول له ماشي يا عم خلصانه. تمام. هنا بقى بيقول لك ايه يا ابني، اختار ويز فليكس، ممكن تغير تيكت الطيران براحتك وتكنسل براحتك، ممكن ترجع فلوسك. قول له لا مش عايز، انا مش عايز، دوس التالي. بس كده انت وصلت للاخر. تشوف ملخص الحجز وتشوف خيارات الدفع عندك، ممكن تدفع بالفيزا، ممكن تعمل تحويل بنكي، خليك في الفيزا طبعا، وهتدوس دفع هيدفع المبلغ ده بس كده. خش تاني كرر الموضوع في تيكت العوده، تعمل العكس بقى من ابو ظبي لاسكندريه وتحجز. الموضوع مريح، اتفقنا بقى انه مش مريح واتكلمنا
الطياره بتتاخر، ناس كتير قالوا لي بتتاخر، ولكن طيارتي انا ما اتاخرتش والدنيا كانت تمام. الطياره بتتكنسل، بتتلغي خالص الرحله، دي بقى بتحصل، ودي اللي كنت خايف منها قوي. ودي لو دخلت على جروب بتاع مستخدمين ويز كده هتلاقيها على الفيسبوك، هتلاقي ناس كتير قوي بتشتكي ان الرحله بتتلغي قبلها بيومين. انت متخيل؟ بس ما بتحصلش كتير، وساعتها بينفع تغير الحجز بتاعك او بتسترد 120% من قيمه الفلوس اللي انت دفعتها كتعويض يعني. طيب ليه بقى يا عم الشحططه دي كلها وليه اللف والدوران؟ انت واحد طالع راكب طياره ب 400 جنيه، يبقى المفروض ما تتكلمش يعني برضو الطيران اقتصادي، فاعمل حسابك انك تكون مرن، وهنتكلم عن موضوع مرن دي بعدين. معلومات مهمه عن الطياره، روح بدري قبلها بفتره، اعمل تشيك ان اونلاين. التشيك ان دوت قبل الطياره بيومين، هتخش على الابلكيشن هتلاقي حاجه اسمها كده ايه تشيك ان، زي اثبات حضور او ايه اللي هو موجود، حاضر انا حاضر اهو يا جماعه وهطلع الطياره. فبتعمل الموضوع ده، بيطلب منك بياناتك، وساعتها بيطلب منك صوره الباسبور والبيانات بتاعتها، وبتاكد انك جاي يعني، وهيطلع لك زي التيكت كده او البوردنج باس، هتروح تطبعه. يعني هيبقى فايل كده، هتروح عند اي مكتبه تطبعه وتطبع الفيزا. بص كاننا في 2002 كل حاجه ورق. يعني انا كنت بوري له البوردنج باس على الموبايل، يقول لي لا يا باشا روح اطبعه، والتزم بوزن الشنطه. لو شنطه ظهر بس خليك 7 كيلو علشان بيوزنوها وبيحاسبوك على كل كيلو زياده. هات لك مخده الرقبه دي علشان الموضوع ما يبقاش مريح قوي. مفيش اكل، فهات اكلك معاك وشربك عادي جدا هتطلع بيها على الطياره. حمل لك فيلم على الموبايل او حلقتين مسلسل عشان مفيش شاشه، او طبق قبلها بقى علشان تطلع تنام على طول تتقتل. وبس كده، رحله سعيده توصل بالسلامه على ارخص تيكت طيران لابو ظبي. المرحله الثالثه، اشتري الايفون منين؟ حاليا في اليومين دول الموضوع بقى اسهل شويه، انت حرفيا ممكن تلاقيه في محلات عادي والدنيا تمام. ولكن خد الكلام ده وطبقه على السنه الجايه. يعني انا بص بعمل لك بحضرتك السنه الجايه وقت نزول الايفون الجديد، لما بيكون فيه هجوم عليه ومش بيكون متوفر في المحلات، او متوفر باوفر برايس، ان هو في سعر زياده قوي عليه. يعني زي ما كان في هنا اوفر برايس في مصر، حرفيا في الامارات كان برضو السعر عالي جدا. فاحنا عايزين نجيبه بالسعر الرسمي بتاعه. نخش على هنعمل ايه بقى عشان نجيبه بسعره الرسمي. بقول لك ايه، قبل ما نكمل، انت عملت لايك للفيديو؟ انا عمال اديك في معلومات. التجار لو قفشوني والله العظيم بص هيبقوا عايزين يمسحوا الفيديو. فانا اللي طالبه منك انك تعمل سبسكرايب، تشترك في القناه، ولو مشترك الغي الاشتراك واشترك تاني، علشان تقريبا اليوتيوب فيه حاجه وفعل الجرس لانه ما بيبعتش نوتيفيكيشن للناس ان انا نزلت فيديوهات، ما اعرفش ليه. فالغي واشترك واعمل لايك على الفيديو وتعال نكمل. هنخش على ابل ستور. في ابلكيشن على اب ستور اسمه ابل ستور، او على الكمبيوتر عادي عندك هتخش على ابل ستور. في محل عادي هتخش هتختار الموبايل اللي انت عايزه، الساعه اهو كل حاجه عندك. تختار ايفون، هنا عندك البرو والبرو ماكس. البرو ماكس بيبدا من 4700 درهم. تختار ده، تختار اللون البربل. كل الالوان بنفس السعر، ولكن في المحلات اللون البنفسجي ده بيبقى اغلى. تختار السعه ال 256 اللي هي انا جبتها ب 5100 درهم. الخطوه اللي بعدها اسمها ابل تريد. لو انت معاك ايفون قديم يبدله لك ويخصم لك ده من ده. المهم مالناش دعوه، هنخش نقول نو تريد ان، انا مش عايز. في ابل كير اللي هو بتدفع 800 درهم، ولكن بقى بيديك بقى حمايه مش عارف، انا عايزه عادي جدا. تقول له اد تو باج، اضافه الى العربي. تخش على الباج على اليمين هنا اهي، هنلاقي ان السعر 5100 درهم. اللي تحت دولت الضريبه ال 5%. انت اصلا ممكن تستردهم من هناك. روح ومعاك الباسبور وقول له انا عايز التاكس فري. التاكس فري دي الضريبه بتاعت بلادهم 5%. فانت طالما مسافر انت مالكش الحق انك تدفع الضريبه دي، فبتستردها تاني في المطار. بص هنا بقى بيقول لك امتى هيتشحن، من 4 ل 5 اسابيع. فهمت ليه انت لازم تحجز قبلها من بدري علشان تاخده بالسعر الرسمي؟ هيقعد وقت على ما يوصل لك. دلوقتي يعني بعد ما عدى فتره، سيبك من ابل ستور، انت اصلا ممكن تلاقيه في المحلات مثلا بدل ب 500 ب 5200 و 5300، فرق قليل ولكن هيبقى استلام فوري. ولكن انا كلامي على اول ما نزل، لما كانت هوجه ومش موجود في المحلات، وفي المحلات غالي قوي. تحمل امازون ونون وتغير الدوله للامارات، وتشتري بقى الحاجات اللي انت عايزها، كاميرا، لابتوب، الحاجات دي. او تنزل سوق نايف في الامارات في محطه مترو بني ياس، ده عامل زي العتبه كده اهو، هتلاقي كل الحاجات هناك رخيصه. ده السوق الالكتروني اللي فيه كل حاجه. برضو ممكن تروح في المولات، ولكن معظم الحاجات هتلاقي يا اما على نون يا اما امازون يا اما في سوق نايف. نخش على ثالث حاجه، ودي حاجه اوبشنال، حاجه اختياريه. هتقعد فين؟ كده انصحك طبعا بدبي لاول مره، وسيبك من ابو ظبي. اول ما توصل في مطار ابو ظبي هتلاقي محطه باص هناك بتروح لدبي ب 35 درهم، ممتازه. هنقعد فين؟ قبل طبعا ما نسافر لازم نكون حاجزين. الابلكيشنات الثلاثه اللي احنا محتاجينهم هم اجودا وبوكينج وهوتيلز.com. اللي انا بحس ان عليه اسعار حلوه قوي هو اجودا، الابلكيشن بتاعهم اهو، ودايما عليه عروض وكوبونات وجامد قوي. تخش على هوتيلز، تختار دبي، تشيك ان امتى، اليوم اللي انت هتوصل فيه 12 يناير ل 17 يناير. هنا بقى ممكن تفلتر الموضوع وتدوس سورت وتقول له ايه عايز، لوست برايس، ارخص سعر.
طلع لنا حاجات ب 239 في اليوم. عندنا حاجات ريست هاوس ب 263 جنيه. معظم الحاجات دي بقى اسمها هوستل، انك بتقعد مع ناس، ليك الخزنه بتاعتك بمفتاحها وحمام والدنيا نظيفه جدا هناك، وكله بيروح على النوم على طول بقى، فانت مش هتقعد في المكان ده. ممكن تدور هتلاقي فنادق ممكن تبقى محذوفه شويه بعيده شويه، بس مثلا اليوم ب 600 جنيه و700 جنيه واسمك في فندق قاعد لوحدك برضو بالفطار. وطبعا السعر بيختلف على حسب التوقيت برضو اللي انت رايح فيه. او ممكن تعمل زي ما انا عملت كده، يوم صد رد، رحت على طول في نفس اليوم، حجزت يوم 13 رايح، الراجع يوم 14. لو وراك شغل او مش عارف تاخد اجازه من شغلك والدنيا بقى معصلجه معاك، انت ممكن تروح صد رد، تبقى عارف دنيتك ايه هناك والحاجات وصلت وكل حاجه، يا دوبك تروح تستلمها، تاكل، تلف شويه، تطلع على طول على المطار تاني 4 ساعات تروح. وهتركب مترو كتير، لازم تروح تطلع الكارت ده اللي هو اسمه كارت نول، مش فاكر بكام درهم، ولكن بتشحنه بقى. فبدل ما تشتري كل شويه تيكت، لا انت بتشحنه بمبلغ معين وتروح عامله كده على طول يفتح معاك، فبيبقى اوفر. نصيحه بقى للناس اللي ايه عايزه تطلع سياحه وبيزنس الاثنين مع بعض، يعني انك تأجر عربيه هناك لو بتعرف تسوق. ركز، لو بتعرف تسوق وتلتزم بقواعد المرور، هتروح على وسط البلد مكان اسمه نادي السيارات، اكتب على جوجل مابس هتلاقيه، هتطلع حاجه اسمها رخصه دوليه بتطلع في نفس اليوم 600 جنيه تقريبا، وصوره شخصيه بتطلع لك في نفس اليوم، وصلاحيتها لمده سنه. كنا مأجرين عربيه اليوم ب 60 درهم، وكان في ارخص من كده كمان اليوم كامل. انتوا لو رحتوا مشوار مثلا هتدفعوا في اوبر 60 70. شكرا. طيب هتستلم حاجتك دي ازاي؟ عندك خيارين. احنا عملنا الاوردر على الايفون وكل حاجه تمام صح، او حتى الاوردر بتاع امازون ونون والكلام ده، هنكتب ايه بقى في العنوان. عندك حل من الاثنين، لو انت رايح كذا يوم وهتقعد هناك، او لو انت رايح يوم صد رد. لو انت رايح يوم صد رد كده زيي، لازم تشحن حاجتك على حد هناك معرفه، صاحبك بقى، قريبك، اي حاجه، قبل ما توصل طبعا. هتقولي طيب هو مش ابل ستور او امازون بيقولوا لي الميعاد اللي الحاجه توصل فيه، ما انا ممكن اظبط اليوم السفر على اليوم ده؟ لا، هو كاتب لك من 4 ل 5 اسابيع. ممكن امازون ونون بيبقوا دقيقين شويه، بس حصلت معايا ان انا طلبت اوردر من نون في الامارات وقال لي هيوصل يوم كذا وما وصلش، وصل اليوم اللي بعده. فما تخاطرش، ولازم يكون ليك حد هناك. لو بقى مطول، انت كده كده اتفقنا ان احنا حجزنا الهوستل بقى بتاعنا او الفندق او ايا كان، بيبقى ليه عنوان. اول ما بتاكد الحجز بيديك العنوان بالتفصيل ورقم التليفون، بتاخد العنوان وبتكتبه كده وانت بتعمل اوردر، وهيوصل لك على المكان. هتقولي طيب يعني مش ما انت بتقول قاعد مع ناس، هل الموضوع امان؟ بص، الموضوع هناك امان جدا. في الفنادق الدنيا بتبقى امان جدا، بيوصل لك في اللوبي او في الريسبشن وبتستلم. في الهوستل الدنيا كانت امان، الناس كانت بتستلم لي الحاجه اللي فيها موبايلات ولنسات وكاميرات وبيسيبوها لي عندي على السرير بتاعي، في كاميرات في كل حته. الهوستلز نفسها بيبقى فيها كاميرات على الباب وكده، فما حدش هناك بيسرق. انا عارف ان ده ممكن يكون عندك برضو نوع من انواع الشك، لا يا عم ده مش عارف ايه وبتاع، بس هناك الناس محترمه قوي، ما قابلتش حد اشتكى خالص ان حاجته اتسرقت. او تروح بنفسك بقى تشتري الحاجه دي بقى من سوق نايف او من اي مكان، تجيب الحاجه بسعر كويس وقريب جدا من سعر الرسمي ومن سعر الاونلاين. نخش بقى على اخر مرحله. طيب هندفع ازاي يا جميل؟ يعني ما بالفيزا، يعني انت مش محتاجه فقاقه يعني. اتقل، عندك حلين، يا كاش يا فيزا، مالهمش تالت. اللي ما عندوش فيزا لازم يطلع فيزا، علشان هتحتاجها في تيكت الطيران، تحتاجها في حجز الفنادق، لو بتشتري حاجه اونلاين لازم فيزا. ولو انت اوريدي عندك فيزا، بتروح للبنك او بتكلمهم تقول لهم فعلوا لي خدمه الماستر كارد او خدمه فيزا علشان خاطر اشتري بيها اونلاين، لان دي بتبقى تلقائي مش متفعله في بنوك كتير، فبمكالمه تقول لهم فعلوها لي عشان تشتغل بره مصر. طيب هيقابلك مشكله تانية، مؤخرا كده اتفرض حد اقصى على معظم الفيز ومعظم البنوك للشراء اونلاين بالعملات الاجنبيه. مثلا البنك بتاعي قال لي انت ليك ليميت 20,000 جنيه فقط بره مصر، او بما يعادلهم بالعملات الاجنبيه. هنيجي نشوف سعر الايفون اللي هو كان 5100 درهم، كان وقتها ب 27,000. كده الفيزا بتاعتي اترفضت. فعندك حل، وليه طريقتين. الحل هو انك بتشوف بطاقه بيكون الحد الشراء بتاعها اعلى، الليميت مثلا 100,000 في الشهر. طيب دي هنلاقيها فين؟ اظن بتبقى في البنوك الخاصه اكتر، او في البنوك الحكوميه بتبقى نوع كارت اسمه بلاتينم او تايتانيوم. انت مش فاهم حاجه مني صح؟ افهمك ثواني. انت عندك الكارت ده، الفيزا العاديه اللي بتطلع لمعظم الناس اللي هي اسمها الكلاسيك العاديه، طبعا شايفك اللي بتحاول توقف عشان تاخد الارقام، كده الارقام ممسوحه من عليها كلها، فما تحاولش. دي اللي الليميت عليها 20,000 جنيه. ممكن لو انت في بنك تاني يبقى الليميت اعلى، فالموضوع اتحل. الحل انك تعلي الشريحه بتاعه الكارت ده، تخليه حاجه اسمها بلاتينم او تيتانيوم. اكيد سمعت عن الكارت البلاتيني والكلام اللي هو زي الكارت ده بتاع بنك القاهره تيتانيوم. او تشوف حد صاحبك عنده الكارت وتدفع من عنده وتديله الفلوس بالمصري عادي. حد يقول لي طب ما اعمل انا التيتانيوم او البلاتينيوم ده؟ هو الموضوع انك تعلي الشريحه دي بيبقى محتاج مبلغ معين، يعني مثلا حوالي 200 و250 الف جنيه. ولكن انا اعرف ناس حرفيا استلفوا الفلوس دي وراحوا حطوهم ايداع في الحساب بتاعهم، الحساب العادي الكلاسيك، وراحوا مكلمين البنك قالوا لنا احنا رصيدنا يسمح ان احنا نطلع الفيزا تيتانيوم، فقدم عليها. وحرفيا بعد ما طلعت له الفيزا راح دخل سحب الفلوس ال 250,000 دول او ال 200,000 ورجعهم بقى، سواء مستلفهم واخدهم كارد ايا كان. بس استفاد ان هو طلع له الكارت التيتانيوم اللي عليه ليميت عالي لحد 100,000 جنيه شهري. ما اعرفش ده صح ولا غلط ولا تحايل ولا ايه، اكتبوا لي في الكومنتات، ولكن ده حل حد قاله لي يعني.
ده كارت الكهرباء عادي. الاختيار الثاني وهو الكاش. هيقول لي يا عم خلاص انا هرضى بالفيزا بتاعتي الكلاسيك ام 20000 جنيه وهاخد الباقي كاش، كده كده اروح اشتريه من مول ولا اشتريه من محل في نايف فهدفع كاش، صح؟ يا سلام يا سلام لو الموضوع بالسهوله دي. طبعا انت رايح على الصرافه داخل سامعوا عليك وانا معايا شويه الفلوس المصري ديت عايزهم دولارات او دراهم، قال لك امشي اطلع بره على طول، في ازمه عمله في البلد يا ابني والدنيا ايه بايظه، الصرافات ما فيهاش دولارات، واللي هيستناك بره بقى يقول لك عايز دولارات وسوق سودا بقى والكلام ده، ابعد وفكك منه. ايه الحل لو عايز كاش؟ هو انك تروح البنك بتاعك معاك الفيزا وتيكت الطيران، لازم الاثنين، وبرده لازم الاثنين مطبوعين، هتروح طابعهم وتخش كده تقول له انا اهو معايا تيكت الطيران المؤكد والفيزا، انا مسافر، فمن حق البنك ان هو يوفر لك عمله. عندك صرافه البنك، في مكان اسمه صرافه البنك الاهلي وفي البنك نفسه، لو رحت الصرافه تاخدهم وانت واقف، بس هيديك رقم قليل، وده لو في اصلا، يعني ساعات قال لي ان هو ما عندوش. لو رحت البنك هيقول لك من 2 ل3 هيديك لحد تقريبا $500 بس. للاسف في حالتي انا ادوني 4000 ريال سعودي، يعني قال لي مفيش دولارات ومفيش دراهم، خد ريال سعودي وبحوله من هناك. قلت هات، ولكن لو تشتري حاجه غاليه شويه الرقم مش هيبقى كافي، هتضطر للاسف تلف بقى على صرافات تانية، تحاول تاخد $100 من هنا، 1000 ريال من هنا. قعدنا نلف حرفيا على كذا صرافه وخدناهم اكتر ريالات ورحنا غيرناهم هناك، ففي ازمه واتمنى تعدي. اقول لك على حاجه، من فتره كده اللي متابع كنا سافرنا تايلاند، الكلام ده من 3 شهور تقريبا، ما كانش فيه اي قيود ولا كان فيه اي ازمه، رحت عادي بالفيزا بتاعتي وتيكت الطيران ورحت على الصرافه كمان، ما رحتش على البنك. قال لي عايز كام؟ قلت له انا ينفع اخد كام؟ قال لي المسافر ليه لحد $2000. قلت له هاته، انا قلت كده كده هينفعه برده لو الدولار عالي، كان لسه في اخبار ان الدولار ممكن يعلى، فخدت $2000 وفعلا لما غلي كان معايا انا عمله صعبه، اللي عايز حاجه يكلمني، تصدقت انا بعتهم على طول. فعشان كده الفيزا هي اللي هتنقذك، وحاول تاخد فيزتين بقى، دي ليميت 20000 ودي ليميت 20، وتقسم بقى، عايز تاخد 3 فيز كمان خد بقى اخوك صاحبك قريبك. وطريقه الكذا فيزا دي هتنفعك في الشراء اوف لاين لو انت بتشتري من محل، مش تنفع اونلاين لانك هتدخلها ولازم يسحب المبلغ كله، ما عرفش يسحبه مش هينفع، ولكن في المحل انت ممكن تقول له خد اسحب من الفيزا ديت 10 واسحب من ديت 7 واسحب من ديت 5، ممكن تعمل كده. طبعا قبل ما تعمل الحوار ده، قبل ما تشتري الحاجه تشوف هي واقفه عليك بكام هنا وهناك بكام، وتحسب بقى تيكت الطيران والاقامه والبتاع وتشوف الموضوع مجزي ولا لا. غالبا لو الكترونيات اكيد الموضوع هيبقى مجزي والموضوع هيبقى يستاهل، ده غير ان في حاجات زي مثلا الكاميرا، في كاميرا انا عايز اشتريها ثمنها هنا اغلى في مصر 30000 جنيه وبتتباع كتير ومش موجوده، متخيل بقى؟ يعني من كتر ما في طلب عليها، يعني دي مكسبها احسن بكتير من الايفونات. انت لو وصلت الحته دي فانت واحد فعلا عايز يعني واخد الموضوع جد وعايز تشتري، فنعمل كده مراجعه سريعه. حجزنا تيكت طيران قبلها بشهر، حجزنا الموبايل واستلامه بعد شهر، الفيز اتشقلبنا فيها ولفينا على صرافات وتصرفنا في كاش وفتحنا حسابات وخدنا كروت من ناس نعرفها، قدمت على فيزا وحجزت مكان اقامتك وعملت الاوردرات بتاعتك من بدري وظبطت مواعيدها على مواعيد وصولك. ففي عنوان الفيديو كنت كاتب ايه؟ ازاي تكسب 20000 جنيه في يوم واحد. هو ممكن تكسبهم، بس عشان تكسبهم في نفس اليوم مخطط لها من كتير وحاسبها من كتير، وكنت حرج. هل الموضوع سهل؟ يعني انا عملت لك فيديو اهو تقريبا ده اطول فيديو على القناه، هل الموضوع سهل؟ هل يستاهل؟ جدا جدا. وفي الزمن اللي احنا فيه ده دي مهاره لازم تكتسبها، انك ازاي تدور على حلول ارخص، تتعلم وتشوف زي ثغره كده انك تعرف تشتري الحاجه بسعر ارخص وتفكر بره الصندوق لو عايز توفر او ما يتنصبش عليك من ناس تانية، او لو عايز تكسب. وزي ما قلت لك طبق الموضوع ده على بلاد تانية، يعني مثلا اعرف واحد سافر اسبانيا مش عارف ب 1200 جنيه، التيكت كانت من مطار القاهره هنا لحد هناك رايح بس ب10. هو عمل ايه بقى؟ رايح ابو ظبي، ومن ابو ظبي رايح ميلان، ومن ميلان في ويز اير لاسبانيا. الطيران الاقتصادي رخيص لما تحجزه من بدري ويوفر جدا، بس لازم تتعلم ولازم تخطيط. جوجل عندك، جروبات السفر عندك، الفيديو دوت اهو عندك، اقرا كتير واسال كتير، ولو لقيت معلومه بالنسبه لك ممكن تبقى غريبه روح اسال عليها وتاكد من ناس تانيين، او يعني انا عمال او طول الفيديو دوت اشتغل واتعب واجتهد وريح دماغك واصرف فلوس واطلع باشا بقى من مطار القاهره بقى وخد تاكسي واقعد في فنادق براحتك عادي، ده ممكن. فلو انت طالع اجازه انسى الفيديو ده خالص، ده هينفعك لو انت طالع توفر وتقضي مصلحه وتجيب حاجه انت محتاجها وهتنفعك في شغلك وكده. ممكن تطلع من القاهره لدبي على طول بمبلغ اكس مثلا، او ممكن تطلع من القاهره لاسكندريه ومن اسكندريه لابو ظبي ومن ابو ظبي لدبي بربع اكس. هتتعب شويه بس الفلوس اللي وفرتها اصرفها في دبي في اكل في شرب في حاجات انت تشتريها هتنبسط اكتر. او بقى معلش دي اخر او يعني في حاجه ثالثه خالص جمع بين ده وده للي عايز يشغل دماغه قوي بس يريح جسمه وهو قاعد في البيت. فدي ليها فيديو كامل وطريقه جديده بجربها دلوقتي، اول ما اخد الخلاصه بتاعتها اعمل لكم عنها فيديو فاشتري. الفيديو طول او انا اسف، اكتر فيديو محضره وكاتب فيه حاجات وهيتطبق على حاجات كتير، وايفه انت بقى على حسب شغلك بقى ومجالك. فعايز دعمكم على الفيديو بلايك وشير، لازم تشير الفيديو علشان تخلي ناس تانيين طبعا يستفادوا. لو عندك كومنت او سؤال او معلومه اضافيه ضيفها خلينا نستفاد من بعض، وبس كده. سلام.